أجريت اليوم قرعة دور 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد أسفرت عن مباريات تعد بالكثير من المتعة والإثارة. فما هي نتائج القرعة؟ دور 16 لن يخلو من المباريات الكبرى والمنتظرة، لكن القمة التي ستخطف الأنظار بالتأكيد ستقام في ملعب الأولبارك بين النصر والاتحاد. الفريقان سيلعبان في دوري روشن السعودي يوم غد الجمعة، وقد حملت القرعة مواجهة جديدة بينهما في كأس خادم الحرمين الشريفين. نتائج القرعة: الهلال وقع مع الأخدود، فيما الأهلي سيلعب ضد الباطن، والشباب سيواجه الزلفي. القادسية سيلعب ضد الحزم، أما الخلود فسيواجه النجمة. الخليج سيواجه التعاون، أما الفتح فسيلعب ضد الرياض.